يا حستي يما يا جماعة، حد يفهمهم ان انا بني ادمة من لحم ودم مش بلاستيك والله العظيم. كالعادة. تليفون من زوجي الغالي. انا اعملي حسابك الساعة 10 الصبح اتصل بيا. جايلك مع واحد صاحبي ان شاء الله عشان في شغل بينا. طب اعمل ايه؟ يعني انا ما بشبعش مفاجآت من مفاجآتك يا ابو عمار. ايه ده؟ طب ايه الحل؟ ما لقيتش غير فكرة الاكلة المنقذة السريعة الجميلة اللي انا بعملها دي. ايه اللي انا بعمله ده؟ جبت توم. صفرته كده خد لون حلو، لون اصفر فاتح، وهبتدي انزل عليه بمعلقه خل كبيره. خلاص، وهنقله بقى في حله تانية كبيره عشان دي كانت صغيره، ونزلت عليه بعصير طماطم معصور، وحطيت شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه سكر صغيرين عشان الحموضه. طيب الشاطره بقى تقول يا ترى فكرت في ايه الاكله المنقذه اللي هتشرفني برضو، هتعمل حس كده على السفره وتبقى حاجه ليها قيمه. يلا بقى الشاطره تكتب لي في الكومنتات. كان عندي جبت عيش بلدي وحمصته في سمنه بلدي. انا ما بحبش احطه في الفرن يا جماعه، بحس عيش الفرن بيبقى ناشف قوي. ودي لحمه سلقتها، وبعد ما سلقتها تبلتها في ميه بصل يعني ضربت طماطم وبصل وفلفل رومي وخدت ميتهم وشويه ملح وفلفل اسود بهارات، وحطيتها تبلتها فيها، وشربت من التتبيله خالص، ويا دوب لسه محمراها قبل ما افتح الكاميرا دي. والله انا قلت افتح الكاميرا دي على اخر لحظه معاكم كده عشان تاخدوا فكره لو جات لكم عزومه على غفله، او لو مزنوقين في اكل. عملت شويه رز ابيض بالمستكه يهبلوا زي ما انتم ما شايفين، ريحتهم تحفه. نزلت عليهم كده بشويه زيت ذره في الاخر خالص قبل ما اقفل عليه النار علشان يفلفل كده معايا وتبقى الرزايه برزيتها. ها؟ عرفتوا بقى هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل السريد يا جماعة. خلاص. هعمل فتة محبوبة الملايين وحاجة تشرف. الفتة بتاعتنا بقى مميزة عن أي فتة تاني. خدي بقى مني التسقية اللي أنا هعملها دي: معلقة سمنة تاني وفصين توم تاني صغيرين، هديهم لون أصفر. وبعدين بعد ما ياخدوا لون أصفر فاتح، اوعي تغمقي التوم بتاعك ويمرر منك، هتنزلي بمعلقة خل كده برضو تطشيها بخل زي ما عملنا في الصلصة. انا سبت الصلصة تتسبك بقى خلاص كده، وابتديت اعمل التسقية دي بقى باخد من شوربة اللحمة بقى. بصي بتفرق جدا جدا في طعم الفتة، نادر لما تلاقي حد بيعمل التسقية دي. خلاص، شوية شوربة كده على الطشة ام مخلي وتوم، وهنزل بشوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود صغيرين، بس كده. مش هكتر ملحي عشان الحاجة ما تحدقش مني. التسقية دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا في طبق الفتة. خليكم معايا وانا هقول لكم شوفوا هنعمل بيها ايه. الصلصة بتاعتي اتسبكت وبقت تبقبق خالص كده وبقت جميلة اهي. هنقلها بقى في حاجة تانية عشان أنا عايزة الطاسة دي وعايزة بواقي الصلصة اللي فيها. خدت معلقة سمنة كده على البواقي كده اللي في الصلصة دي، وهنزل بالعيش اللي أنا حمرته في سمنة. على فكرة يا جماعة، العيش المتحمر في سمنة بيبقى زي البغاشة وطعمه أحلى كتير قوي قوي من الفرن. جه وقت السقسقة بقى، هنزل بقى بكبشتين كده من الشوربة أم طشة توم وخل، يا دوبك تقلبتين كده بتلدن لي العيش وبتخلي طعمه جميل. ونزلت بكام معلقة رز ومعلقتين صلصة ومعلقة من التشريبة الحلوة دي. كل ده على نار هادية جدا. على فكرة يا جماعة، الطريقة دي ما بتعجنش الفتة ولا العيش، وحبايب كتير جربوها عندنا في القناة، اللي جربها يكتبها بقى يقولوا العيش ملدن وطعمه جميل أحسن كتير جدا من انك ترص العيش وترش عليه صلصة وترش عليه الشوربة. جربوا دي، لا لازم تندمج كده مع النار. بص أنا بوريكم العيش أهو، ولا معجن ولا حاجة، بيتقطع معايا ملدن. لازم تاخد لفة كده على النار خفيفة بالسقسقة دي وشوية الصلصة. ونزلت بالرز الأبيض على الوش، واديها بقى من التشريبة الحلوة بتاعتنا أو السقسقة دي، وشوية صلصة من اللي احنا عملناها. والله العظيم صاحب زوجي بقى يقول له احلى واجمل طبق فتة اكلته في حياتي. ايه السر وعملتوه ازاي؟ عشان اكمل بقى المزاج بقى وارفع راسه، حطيت حتة فحماية في النص كده ونقطة زيت ذرة كده عليها، وغطي يا معلم، وخلي ريحة اللحمة اكنها كباب مشوي. وخاصة ان احنا كمان كنا نقعينها في مية بصل وطماطم وفلفل وحمرناها بالسمنة البلدي بعد النقعة دي، فتحس ان هي كباب مشوي. عملت معاكم الطريقة دي كتير جدا جدا، احسن من الكباب اللي بيتعمل على الفحم وبيشد وبيتعبنا. بصوا بقى، انا بوريكم الفتة رهيبة. شايفين منظر الرز مفلفل بالمستكة بقى حاجة تحفة، وشايفين العيش
مش طاري بقى ولا معجن ولا اكل بط ولا اي حاجه. اعملوا طريقتنا في الفته دي. طبق الفته ده كان دخلنا في مسابقه وكسبنا المرتبه الاولى فيه بسبب طعمه والتلدينه الحلوه اللي في العيش، وبسبب التشريبه اللي احنا بنعملها على الفته. وانك مش بتاكلي كده عيش ومعاه عيش مقرمش كده مع رز كده، لا يعني لا، العيش يبقى فيه مدغه كده، فيه تلدينه خفيفه. جربوا طريقتي انا وماما حبيبتي الله يرحمها. وما تنسونيش في كومنت حلو زي قلبكم، ودعوة لإخواننا بظهر الغيب، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى وأحب إخوات ليا.